الكرواسون الهش الطري المورق هتعمليه في البيت بأسهل وأنجح طريقة ممكن تجربيها. يعني مش هنستخدم مكونات كتير، يعني هي المكونات اللي موجودة عندك في البيت. مش هنستخدم طريقة التبنيط العجين، لا هنعملها بطريقة سهلة وهيطلع معاكي هش زي ما انتوا شايفينه ومورق جدا وطري جدا 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 زي ما انتوا شايفين كده جماله. يعني حاجة كده طرية وأحلى كمان من اللي بيتباع بره. ان شاء الله النهارده هنعمله بطريقه سهله وبسيطه واي حد عايز يجربه هينجح معاه من اول مره. فتابعوا الفيديو للاخر، ولو كنتي مش مشتركه في القناه اشتركوا وفعلي الجرس، ويلا نسمي بسم الله ونبدا في المقادير. اول حاجه كده محتاجه كوبايتين من الحليب يكون دافي. اهم حاجه يكون دافي عشان ينشط الخميره. حوالي كده معلقتين كبار من الزبده تكون سايحه، فانا حطيتها هنا في حاجه كده علشان اسيحها على النار. هحط كمان كده في اثناء ما الزبده بتسيح هحط 4 معالق كبار من السكر. الزبده ساحت معانا، انا يا دوبك عايزاها تسيح، مش عايزاها سخنه خالص، عايزه كل المكونات تبقى دافيه عشان الخميره تنشط معانا. حطيت كده الزبده على المكونات وهحط كمان معلقه من الخل وهقلبهم كويس جدا مع بعض بالشكل ده. وبعد كده هبدا ان انا احط عليه معلقه كبيره من الخميره، خميره فوريه المعروفه، معلقه كبيره. وابدا ان انا اقلبها كويس جدا بحيث اتاكد ان هي دابت في الخليط السوائل اللي معانا. خلاص كده المكونات دي كده كلها تجانست مع بعض. ابدا ان انا معايا هنا حوالي 750 جرام من الدقيق اللي هو حوالي كيلو الا ربع من الدقيق. ببدا ان انا انزلهم دفعه واحده كده على العجينه بتاعتي، ومعايا نص معلقه صغيره كده من البيكنج باودر، واقلب كل المكونات دي كويس جدا مع بعض. اقلبها كده بس في البدايه بالمعلقه، وبعد كده بقى ابدا ان انا اعجن بايدي كويس جدا جدا جدا. اعجن بقى فيها كده كويس جدا، ابدا بقى كده اشيل المعلقه واعجنها بايدي كويس جدا جدا جدا. العجينه قوامها معايا انا عايزاها قوامها يكون متماسك، مش عايزاها بتلزق في ايدي. العجينه بتاعه الكرواسون بتبقى يعني مش قوامها سايل قوي او بتلزق في ايدك، لا عايزينها قوامها متماسك وما بتلزقش في الايد. شايفين في الايد التانية ما بتلزقش، هي قوامها متماسك. فهو ده اللي احنا عايزينه، ولا عايزينها تكون طريه او بتلزق، ولكن برضو زي ما انتم شايفين كده القوام يعني حلو في الايد. وطبعا لو مشيتوا على المقادير هتطلع معاكم مظبوطه. انا هنا حطيتها على الرخامه وحطيت شويه من الدقيق بس عشان الم بيها اي تلزيقه. وبدات بقى ان انا اعجنها كويس جدا زي ما انتم شايفين كده شكلها مقطعه وشكلها مش حلو، ولكن مع العجن هتبدا ان هي تنعم معاكي وتبقى زي الفل. شايفين عجنتها وبقى شكلها عامل ازاي؟ ما شاء الله كده مش اقل من 10 دقايق عشان تبقى معاكي يعني يدخل فيها عرق كده والجلوتين يشتغل. ابدا بقى ان انا اقسمها كده على كورتين، وكل كوره كده هقسمها على 4. يعني المقدار اللي معايا دوت بيطلع لي حوالي 30 كرواسونه من اللي انتوا شفتوه دوت، يعني ضعف الطبق اللي انتوا شفتوه في بدايه الفيديو. فانا هنا كده عملت كده قسمت العجينه كلها المقدار كله لكورتين، والكوره قسمتها ل4. وهنشتغل كل 4 كرات مع بعض، وده هتشوفوه في الفيديو بالشكل ده. قسمت برضو التانية كده 4، وان انا ابدأ ان انا اكورها كويس جدا بحيث ان هي تتقفل كده وتبقى مظبوطة معايا. اكورها كده واحطها في الطبق بالشكل ده. طبعا احنا لسه مخمرناش ولا ريحنا ولا اي حاجه، احطهم كده في الطبق والطبق يكون مرشوش دقيق، وابدا ان انا اغطيها بكيس بلاستيك واسيبها. انا مش عايزاها تخمر، انا عايزاها بس ترتاح علشان تساعدني في الفرد بعد كده. يعني انا سبتها هنا 10 دقايق وما شاء الله اصلا يعني الخميره بدات تتفاعل، الجو حر جدا فالخميره بتنشط بسرعه. فبدأت كده ان انا اجيب كده اول كورة كده معايا، انا هشتغل هنا 4 كورات زي ما هتشوفوا دلوقتي. ببدأ كده ان انا ارش دقيق كويس من تحت عشان ما تلزقش معايا، وببدأ ان انا يدوبك بس افردها فردة خفيفة جدا. يعني انا مش عايزاها حجم كبير، يعني هي بس يعني بسمك اللي انتوا شايفينه ده وسط كده. انا مش عايزاها فردة كبيرة، احنا لسه الفردة اللي هي اللي هنقطع بقى ونشكل بيها لسه دي بعدين هنفردها بيها. ولكن الفردة دي يعني حاجة صغيرة كده حوالي مقاس 20 كده، يعني مش اكبر من كده. افرد بقى كل ال4 كرات اللي انا عملتهم، 4 كرات في البداية دول هنحطهم فوق بعض، هتشوفوهم برضو في الفيديو كل التفاصيل هتكون موضحة معاكم. بدأت كده فردتهم كده زي ما انتوا شايفين ال4 كده قدامنا. معايا هنا حوالي تلت كوباية من الزبدة تكون طرية. اي نوع زبده، يعني اللي بيميز الكرواسون دوت ان هو يعني مش محتاجه الزبده المخصصه للكرواسون اللي هو الاصلي اللي بيتعمل بيبقى مورق كده وكبير جدا، ولكن دوت بيحتاج زبده معينه. فعشان كده احنا بنعمل اللي في البيت البسيط السهل اللي متاح لينا ويبقى بسيط كده معانا. فانا هنا كده جبت الزبده وبدات ان انا احط كده حوالي كده معلقه بين كل طبقه او طبقه بالشكل ده، بوزعها الزبده تكون معاكي طريه بدرجه حراره الغرفه، وفي نفس الوقت ما تكونش سايحه.
بالشكل ده. اخر طبقه كده بحطها ومش ببدا ان انا احط عليها زبده، خلاص كده بقفل وببدا ان انا اجيب طبق معايا وببقى بكون رشه فيه شويه من الدقيق حلوين كده علشان ما تلزقش معايا، وارش برده كده شويه من الدقيق من فوق واغطيها بكيس بلاستيك كويس جدا 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 وتدخل التلاجة. اهم حاجه ان هي ترتاح في التلاجة، يعني انا هسيبها ترتاح في التلاجة نص ساعه ساعه، يعني على حسب وقتك. اهم حاجه اكمل بقى الباقي الاربع الكور اللي احنا قسمناهم في بدايه الفيديو، وزي ما قلت لكم حطيتها في التلاجة علشان الزبده ما تخرجش مننا وتسيح، خصوصا في الجو الحر ده. يعني لو سبتيها بره وما دخلتهاش في التلاجة بعد ما حطيتي الزبده، انتي هتلاقيها يعني الزبده بقت ميه كده معاكي، وطبعا هتقطع معاكي العجينه والعجينه هتبوظ منك خالص. فاول ما تحطي الزبده كده تريحيها في التلاجة نص ساعه او ساعه بالكتير قوي. بعد ده كان شكلها كده، ريحتها كده حوالي ساعة الا ربع كده بالشكل ده. شايفين ما شاء الله اصلا بدأت تخمر كمان في التلاجة. ابدأ بقى ان انا ارش شوية من الدقيق وابدأ ان انا افردها كويس جدا. انا مش هفردها بسمك رفيع قوي ولكن حوالي كده يعني اقل من نص سنتي، هتشوفوه بالشكل ده. اتاكد بس ان انا رشه دقيق وفوق من تحت عشان طبعا الزبده ما يعني هتبدا ان هي تتوزع مع العجينه وتتغلغلها كده بين الطبقات، هو ده اللي احنا عايزينه علشان يطلع معانا الكرواسون في الاخر مورم. شايفين بقى السمك اللي انا قطعت بيه؟ ابدا بقى كده ان انا اقطعها كده 4، يعني علامه زائد كده، وبعد كده ابدا كل مثلث من دول اقطعه 3 4 على حسب حجم الكرواسون اللي انت عايزاه. لو عايزاه كبير ممكن تكبري تصغري على حسب انت عايزه حجم الكرواسون في الاخر يبقى شكله عامل ازاي. ولكن انا هنا قطعتها كل مثلث قطعته ل4 وطلع معايا ما شاء الله الحجم اللي انتوا شفتوه في بدايه الفيديو. انا هنا برضو هحشيه بالمربى، تقدري تحشيه شوكولاته جبنه، تقدري تعمليه ساده، بيبقى في منتهى الجمال. وبعد كده بقى تعملي الحشوات بعد ما يطلع من الفرن. حشيت كده المربى وبدأت ان انا اشكله بالشكل اللي انتوا شفتوه ده. هعمل برضو معاكم واحدة تانية، ببدأ ان انا اقطعها كده من على الحرف عشان تديني وسع واقدر ان انا اقفل على الحشوة وما تطلعش مني. شايفين؟ بقفل على الحشوة كويس جدا عشان ما تطلعش مني. ببدأ كده ان انا اشد كده البوز اللي من قدام دوت علشان يديني عدد لفات اكتر، وببدأ ان انا الفها كده بالشكل ده. وممكن تعوجيها كده شوية عشان تديكي شكل الكرواسونية الجاهزة او تسيبيها زي ما هي بالطول. برضو كده هعمل معاك واحده كده اخيره، بقفل كده على الحشوه كويس جدا جدا، وزي ما قلت لك اختاري الحشوه اللي انت حباها. شايفين؟ وببدا ان انا اشد البوز اللي من قدام وابدا ان انا الف علشان يديني عدد طبقات اكتر. شايفين ما شاء الله شكلها؟ بسيبها بقى تخمر واكمل كل الكميه بتاعتي بنفس الطريقه. وده كده شكلها بعد ما خمرت. اكون مجهزه معايا يا اما بيض صفار بيضه عليها شويه من الفانيليا، يا اما حليب بس، يا اما حليب بشويه من القهوه سريعه الذوبان، وهو ده اللي انا استعملته. وبدات ان انا ادهن الوش بتاعها. الفرن سخن على درجه حراره 200، بتاخد من 10 ل 12 دقيقه، ما بتطولش على كده، احنا عايزينه يبقى هش وطري فما تطولهوش على كده في الفرن. شايفين الصاج التاني اللي معايا ما شاء الله خمر برضو. دخلت الاولاني في الفرن ودوت بدات ان انا ادهنه علشان اول ما يخلص اللي في الفرن ادخل ده بعديه على طول. شايفين ما شاء الله حجم الكرواسون عامل ازاي؟ هش ازاي، اتنفخ طري معانا، العجينه ما فتحتش ولا الزبده طلعت، طالع ممتاز. وده طبعا شكله بعد ما طلع من الفرن، حاجه في منتهى الجمال. الريحه كانت خطيره خطيره. شايفين بقى شكله؟ شايفين التوريقه؟ شايفين اللون؟ حاجه في منتهى الجمال بجد، وسهل وبسيط ومش زي الكرواسون اللي هو الاصلي. في كرواسون هنعمله ان شاء الله مع بعض اللي هو الاصلي بقى بالزبده بتاعته، بزبده التوريق المخصوصه ليه بتكنيك معين. طبعا بيبقى حلو، ولكن ده طبعا جميل جدا جدا زي اللي بنشتريه من اي مخبز، بيبقى حلو واحلى كمان. احنا مستخدمين زبده نوع نضيف، تستخدمي اي نوع زبده متاح عندك بتبقى حلوه جدا جدا. هقطع لكم برضو واحده عشان تشوفوا قد ايه هو هش وطري ومورق من جوه. شايفين التوريقه؟ شايفين الطبقات اللي احنا عاملينها؟ وطعم الزبده بقى باين فيه. والحشوه تقدري تزوديها، تقدري بعد ما يطلع من الفرن تزودي بقمع كده تحطي فيه حشوه تاني وتحشيه، او طبعا تقدري ان انت تحشيه بقى جبن بعد كده تفتحيه كده زي الساندوتش وتحشيه جبن. شايفين ما شاء الله احلى واهش واطرى كرواسون ممكن تجربوه. يا رب الوصفه تكون عجبتكم. لو عجبتكم ما تنسوناش في اللايك والشير، واشوفكم ان شاء الله في فيديو جديد ووصفه جديده. باي باي.